السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ فيفي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقه تحضير البرجر. طريقه سهله جدا واقتصادي، كيجي رائع جدا ولذيذ. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وصحه فطوركم. وقت ما شفتوا الفيديو نبداو ان شاء الله. عندي بسم الله واحد 500 غرام ديال الدقيق خاص بالحلويات. غندير واحد الحفره في الوسط. غنضيف بسم الله واحد ملعقه كبيره من خميره الفوريه، ملعقه كبيره من السكر، القليل من الملح. غنضيف بسم الله ملعقه كبيره من زيت الزيتون، تقدروا تعوضوها بزيت النباتيه. بسم الله عندي واحد الحبه ديال البيض كامله. غنجمع الكل بواحد الكاس ديال الحليب اللي تيكون دافي. هاد المكونات احتاجت ليهم كاس وربع من الحليب. صافي كنجمع الكل. غنضيف بسم الله ربع كاس الاخر ديال الحليب اللي يكون دافي، ما تسخنوش بزاف. وكنبقى نجمع العجين ديالي، ما كتحتاجوش تدلكوها. بعد ما تجمعت لي العجين حطيتها فوق سطح العمل، غنضيف عليها بسم الله واحد 2 معالق ديال الزبده تكون لينه، 2 معالق يكونوا ممتلئين. وكنحاول ندخل هاد الزبده في العجين ديالي مزيان مزيان حتى كتدخل ليا. الاحسن ما تكونش في الثلاجه باش كتساعدكم بسرعه وكتدخل لكم في العجين. طريقه سهله بزاف، تقدروا تعوضوها بالزبده الحيوانيه هي كتجي رائعه. انا استعملت الزبده ديال البواطه. بعد ما تجمعت لي العجين، هذا هو القوام ديالها كما كتشوفوا. هذا هو القوام ديالها، ما كتلصقش في الايدين نهائيا، كتجي العجين اللي رطيبه، ما كتكونش خفيفه. كنديرها في واحد البانيو، غنخليها تختمر المده ديال 45 دقيقه. ضروري خصكم تخليوها تختمر مزيان مزيان. بعد ما اختمرت ليا، هذا هو الشكل ديالها. كنفرغها بسم الله من دوك الهواء اللي كيتشكل فيها. انا غادي نعبر الكويرات ديالي، كل كره درت فيها 72 غرام. ما بغيتوش تعبروهم ما تعبروهمش، انا غير باش كيجيوني قد قد. حاولوا تشكلوا الكويرات ديالكم، ما تحتاجوا لا دقيق لا زيت، غير هكا من الاحسن. هاد الكميه انا عطاتني 12 كويره كيجيو متوسطين. كنحاول نشكلهم على شكل دائري، يكون افضل الوجه ديالهم املس باش ما كتشقوش لينا ملي كيطيبوا. راه ما مستعمله لا زيت لا حتى شي حاجه في هاد المرحله هادي. ملي كنشكلهم كنحطهم في واحد اللاطه اللي مفرشه فيها ورق الطي. تقدروا ترشوها غير بالدقيق اولا دهنوها بالقليل من الزيت. كنحاول نبسطهم شويه باش ما كتجيش فيهم البابه بزاف. كنغطيهم بواحد البلاستيكه ونخليهم يختمروا مده ديال 20 دقيقه. دغيا كيختمروا. دابا الجو سخون شويه، ما تخليهمش يخمروا بزاف. بعد ما اختمروا ليا، هذا هو الشكل ديالهم. كنحركوهم راه كيترعدوا، كتعرفوهم راه خداو الخموريه المناسبه ديالهم. شعلت الفران كيسخن من الفوق ومن التحت على 300 درجه. غندهنهم بسم الله بيضه كامله، درت مع ملعقه صغيره من الحليب وقطرات من الخل. كنحاولوا كندهنوهم غير بشويه باش ما كتنزلش لنا الخميره اللي يخمروا لينا. انا غادي نزينهم هكا بالسمسم. تقدروا تزينوهم بالبافو اولا بالسمسم جنجلان الابيض بحال بحال. صافي كندخلهم الفران على 200 درجه في الاول حتى كنتفخوا لينا. كنهبطوها ل 180 درجه كنخليهم حتى كيتحمروا. بعد ما خرجتهم من الفران، هذا هو الشكل ديالهم. تبارك الله كيجيو رائعين وخفافين. باش تخرجوا مباشره نغطيهم بواحد الثوب بحال هكا باش كترجع لهم داك الرطوبيه ديالهم اولا الحراره ديالهم حتى كيرطابوا لينا على التشكيل هذا. مباشره ان شاء الله نوجدوا المسائل الاخرى اللي بقات لينا. عندي هنايا واحد 500 غرام ديال الكفته ديال لادانت. كنضيف عليها بسم الله التوابل. عندي غير شويه ديال هكا الكمون، بودره ديال الثوم، الملحه، سكنجبير والتحميره. ما تكثرش التوابل بزاف. كنضيفهم. غنضيف عليهم واحد الحبه ديال البيض كامله وواحد الملعقه من الزيت غير نباتيه. كنجمع الكل. ضروري ديروا البيض، هو اللي كيخلي ديك الكفته ديالنا كتجمع ما كتشتت لينا هكا وكيعطي واحد المذاق لذيذ. جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم.
غنخلي الكفته ديالي على جنب. خديت نفس المقله، خديت واحد المقله، غندير فيها شويه ديال الزيت، ما تكثروش غير شويه. عندي حبه ديال البصل اللي مقطع على شكل شرائح بحال هكا، كنديرها في المقله ديالي، وكنديرها فوق النار. كنرش على القليل من الملح باش ما كتجيناش باسله. صافي كنديرها على النار وكنخليها حتى كتحمر لي من كلتا الجهتين. جربوا هاد الطريقه هذه ان شاء الله غادي تعجبكم. ما ديروش البصل الخضر، ديروه بالطريقه هذه غيجي لذيذ بزاف. وبعد ما حيدتو من المقله، نفس المقله نيت غندير فيها القليل من الزيت، وغندير فيها الطماطم وكذلك حتى هي انا كندير لها هاد الطريقه هذه، ما كنديرهاش خضره. كنشحرها هكا شويه في الزيت، كتجي رائعه بزاف ولذيذه، غتعجب وليداتكم حتى نتوما اكيد غادي تعجبكم. غنرش عليهم شويه ديال الملحه، حتى هي غنخليها فوق النار تتقلى ليا من الجهتين. مباشره خديت الكفته ديالي قسمتها على 12 حبه، وكناخذ هاد الطابع هذا اللي عندي. هذا راه خصكم تاخذوا شي طابع يكون كبر شويه من البرغور ديالنا، وكنحاول ندير واحد البلاستيكه من التحت، وكنحاول نشكل الكفته ديالي على هذا الشكل هذا. ديروا هاد الطريقه هذه ان شاء الله غادي تعجبكم، وغيجيوكم الحبات ديالكم كاملين قد ديال الكفته. حتى ملي كيطيبوا كنبقاو محافظين على الشكل الدائري ديالهم. بعد ما ساليتهم، هذه الكميه اللي عطاتني 12 حبه، تبارك الله. ديك نص كيلو ديال الكفته كيعطينا كميه زوينه. مباشره درت الزيت كتسخن غير شويه، ما تكثروش الزيت بزاف، نفس المقله اللي طيبت فيها كلشي. وكنهز الحبات ديالي وكنحاول نحمرهم هكا من الجهتين على النار تكون متوسطه. ملي كتحمر ليا من التحت كندورهم من الجهه الاخرى كيتحمروا. كما كتشوفوا راه كيبقاو محافظين على الشكل الدائري ديالهم، ديك الطريقه اللي درنا لهم في الاول. بعد ما كيطيبوا ليا كنديرهم في واحد الطبيسي اللي مفرشه فيه الورق النشاف، ضروري باش ما يهزوا معاهم ديك الزويته ديالهم، ضروري ما نقطروهم مزيان. وغادي نبقى مستمره بحال هكا حتى كنكمل الحبات كاملين ديالي. غير حمروهم بحال هكا، ما تحرقوهمش. كما كتشوفوا الكفته كنهزوها غير بايدينا بحال هكا، راه كتهز بطريقه سهله، ما كتمحناش. صافي ملي نسالي ان شاء الله غادي نبدا نشكل في البرغور ديالي، نعمر فيه. صافي انا ساليت الحبات كاملين اللي عندي، ما كياخذوش الوقت نهائيا. خديت البرغور ديالي، بسم الله غادي نحاول نقطعهم بشي موس بحال هكا. من الاحسن يكون موس منشار ولا سكين يكون عندكم ماضي. قسمت معكم الوسط كما كتشوفوا تبارك الله، راه كيجيو زوينين ومقطنين، ما كيجيوش معجنين نهائيا اولا ثقال، كيجيو قطنيين وخفاف بزاف. جربوا هاد العجين ان شاء الله تنجح معكم من اول مره. غادي نقطع الحبات كاملين ديالي بنفس العمليه، نقطع حبه اخرى. بعد ما ساليتهم وجدت المسائل كامله اللي عندي، الكفته، المطيشه، البصله، وقطعت كذلك الخس اللي كنت مرقده من قبل، مرقده هكا في الخل. ضروري ترقدوه في الخل. وانا كنقطعو بحال هكا، بغيت تخلوه اوراق خلوه. وعندي الجبن ديال الساندويتشات. هادو هما المسائل اللي عندي. خديت هاد لاصوص الجيريان هي اللي غادي ندير. تقدروا ديروا المايونيز مع الكيتشوب، لاصوص اللي بغيتو ديروها. كنحاول بسم الله نديرها في البرغر ديالي بحال هاد الشكل هذا. كندير الحبات كاملين اللي عندي، وكناخذ واحد السكين كنحاول ندهنهم. كتجي هاد لاصوص رائعه مع البرغر، كتجي من ألذ ما يكون. تقدروا تقدموها وكذلك مع الفريت، حتى هو كيجي معاه رائع مع لي برغر ديالنا من طبيعه الحال. بعد ما ساليت غنضيف بسم الله الحبات ديال الكفته ديالي. كما كتشوفوا راه ما كيتقلصش الشكل ديالهم، كيبقاو على الشكل ديال الحبات ديال البرغر قد. جربوا الطريقه ان شاء الله تعجبكم. كنضيف عليهم الطماطم والبصل اللي شحرت حتى هو اكيد. وكنضيف الخس. كما قلت لكم الخس انا مقطع على هذا الشكل هذا من الاحسن. وكنضيف الحبات ديال الجبن اللي عندي. انا عندي هذا الجبن هذا ديال الشيدار لذيذ بزاف. جربوا هذه النوعيه غتعجبكم ان شاء الله.
لذيذ بزاف. وصافي كنغلق على البرغر ديالي. انا خديت هاد العويدات هادو كيتبتوا لنا البرغر بحال هكا وكيعطيهم واحد المنظر اللي زوين. صافي كنغلق عليهم وكندير دوك العويدات اللي تزين فقط، ما عندكمش ما ديروهمش. وغادي نبقى مستمره بنفس العمليه حتى كنسالي ان شاء الله الحبات كاملين اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديال البرغر ديالنا. صافي هذا هو الشكل ديالهم بعد ما ساليت، كيجيو رائعين بزاف ولذاذ. نتمنى تجربوهم يعجبوكم. نتلاقاو في وصفات اخرى، مع السلامه.